السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نشارك معكم واحد الانواع ديال السكاكين. هاد السكاكين هادو كيتستعملوا في تحضير وجبه السوشي اللي هي وجبه اسيويه. وبالنسبه للسكاكين اللي كيتستعملوا فيها يعني السكاكين كيكونوا الاثمنه ديالهم جد باهظه، وكذلك كيكون تيتوفروا فقط عند الطباخين الكبار. يعني هاد السكاكين يستعملوا فقط للناس المحترفين يعني لي بروفيسيونيل. وبالنسبة للأثمنة ديالهم كيكونوا أثمنة جد مرتفعة يعني، وكذلك كما قلت لكم كيكونوا فقط عند لي شيف الكبار، يعني بالنسبة للناس العاديين يعني ما يحتاجوهمش. بالنسبه لهاد السكاكين تيكونوا يعني الثمن ديالهم شويه مرتفع، كيوصلوا تقريبا ما بين 2000 وانت طالع، يعني تقريبا تيوصلوا حتى 7000 درهم يعني على حسب الجوده ديالهم. بالنسبه استعملت في باش نضيتهم استعملت هذا الحجر هذا، يعني حجر ديال الجابون، يعني كيكون بروفيسيونيل اللي هو هذا. بالنسبه للعبارات ديالو هما هادو. بالنسبه لهادي 1000 و 4000، وكاينه 3000 و 8000. وكذلك كنت خديتهم، كانت الحاله ديالهم يعني ديجا خدمهم واحد السيد كيمضي السكاكين، ولكن كانت الحاله ديالهم واكله العصا. يعني هادو ماشي اي واحد تيخدمهم، يعني عندهم خدمه سبيسيال، فقط كيتمضى غير هذا الجانب اللي من هنا. انا نوري لكم هو كيف كتشوفوا، هو جانب واحد فقط اللي كيتمضى، والجانب الاخر لا ما كيتمضاش. يعني هو السيد اللي خدم عليهم مضاهم من هذه الجهه ومضاهم من هذه الجهه، يعني خسروا، يعني كضطر انك تحاول تردد الجهه هذه كامله بلا كيف كتشوفوا واحد الحرف ديال الموس، والجهه اللي من هنا هي اللي كتروندا واحد شويه لهاد الجهه. استعملت في هاد العمليه هذه باش انني نعاود نمضيهم من جديد. استعملت الحجر هذا، هو المرحله الاخيره ماشي الاولى. واستعملت الاله ديالي اللي كنت دائما درت لكم عليها فيديو في القناه ديالي في لاشين يوتيوب، هي هذه. يعني الجينيراسيون الاخرى ديال لي بون دابرازيف ديال التمضيه، يعني هادو حجره بروفيسيونيل كيف كتشوفوا هي هذه. هذا مقتبس جيت نشاركه معكم، ومن بعد ان شاء الله بحول الله غادي ندير لكم واحد الفيديو طريقه كيفاش انني نستعمل هذا الحجر وكيفاش انني نمضي به. وكذلك غندير لكم عشان فيديو، يعني راه كاين واحد الفيديو على حساب الصمطه كيفاش كتمضي بها السكاكين وداك الشيء، راه ديجا حاطه في القناه ديالي. اللي بغى شي حاجه مرحبا، واللي عنده شي سؤال مرحبا، ودائما الجديد والجديد. السلام عليكم.